من هو النبي الذي شكره إبليس؟ النبي الوحيد الذي شكره إبليس، ولماذا شكره إبليس؟ النبي يا جماعة الذي شكره إبليس هو النبي الله موسى. طبعا احنا عارفين ان نبي الله موسى كان كليم الله، فذهب إليه إبليس وطلب منه أن يتوسط له عند ربنا ويطلب العفو والمغفرة. فذهب نبي الله موسى إلى الله وقال له إن إبليس يتوسطني لك يا الله لكي تعفو عنه وتغفر له. فقال الله له اللي هو يذهب لإبليس ويقول له اللي ربنا هيعفو عنه ويغفر له، لكن بشرط واحد، إن هو يروح عند قبر سيدنا آدم ويسجد له. وراح سيدنا موسى قال هذا الكلام لإبليس، لكن إبليس رفض وأبى. وشكر إبليس سيدنا موسى على توسطه له عند الله، ولكنه رفض أن يذهب إلى قبر سيدنا آدم ويسجد له، وذهبت من يده فرصة عفو الله ومناجاته.